السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناتنا وقناتكم، قناه المراجع المصري للمحاسب القانوني محمد صفر. كنا اتكلمنا في الحلقه السابقه عن موضوع جزئيه الارباح على الاشخاص الاعتباريه. ادعوكم ان انتم تشاهدوها لانها حلقه من الحلقات المهمه جدا في شرح ضرائب الدخل اللي هو قانون ضرائب الدخل، فادعوكم لمشاهدتها. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن جزئيه جديده وهي جزئيه الاعفاءات. والاعفاءات بتتقسم لاكثر من جزئيه. اول جزئيه معانا النهارده الجزئية الخاصة بالإعفاءات على الوزارات والمصالح الحكومية. وطبعا بطبيعة الحال الوزارات والمصالح الحكومية معفاة من ضريبة الدخل، وده طبيعي جدا لأن جزء من الضرائب اللي بتروح للدولة كلها بتروح للمصالح الحكومية ديت، فمن الطبيعي إن هي بتكون معفاة من ضريبة الدخل. الجزئية الثانية أو الإعفاء الثاني معانا اللي هو الجمعيات المشهرة والمؤسسات الأهلية، سواء الجمعيات أو المؤسسة الأهلية. الإعفاء التاني معانا اللي هو الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة معفاة من ضريبة الدخل وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، بس بشرط مهم جدا إن الجمعية تكون اتأسست للشرط اللي هي اتأسست على أساسه. يعني بمعنى أصح يعني تكون الجمعية مثلا موجودة للجزئية الخاصة بيه اللي هي بتدي للناس معونات أو إعانات، فبتكون موجودة للجزئية ديت وشغالة للجزئية ديت، ما تكونش شغالة في جزئية تانية خاضعة للأرباح أو شغالة تانية في جزئية ربحية، زي مثلا إن هي تكون شغالة في مجال المقاولات مثلا. فده خرج من النطاق الأساسي لغرض الجمعية نفسه واللي اتأسست على أساسه، فساعتها بتخرج بره جزئية الإعفاء من ضريبة الدخل. بس لازم التنويه على جزئية مهمة جدا، إن الإعفاء هنا من ضريبة الدخل بس مش الإعفاء على ضريبة المرتبات. عشان كده أغلب الجمعيات والمؤسسات الأهلية بيطلع لها بطاقة ضريبية لأن بيتقدم لها إقرارات مرتبات وبيدفع على أساسها ضريبة على المرتبات للعاملين في الجمعيات، لو طبعا عدى حد الإعفاء بس بيتقدم الإقرار ببيان العاملين. الإعفاء الثالث معانا هو الإعفاء للمؤسسات التي لا تهدف إلى الربح، وما بيكونش الهدف الأساسي من تأسيسها هو، وكمان ما بتوزعش على الأرباح على الأعضاء بتوعها. بالعكس، ده حتى لو بتحقق أرباح، الأرباح بتخش للمؤسسة تاني وبتبتدي تشتغل جواها تاني. زي مين؟ زي المؤسسات الخيرية، الأندية الرياضية، المراكز الثقافية أو الجمعيات الغير هادفة للربح زي ما قلنا قبل. ومن شروط الإعفاء دوت إنها يكون أنشطة معروفة. زي إيه؟ زي الأنشطة الرياضية، الأنشطة الثقافية، الأنشطة العلمية، والأنشطة الاجتماعية. والإعفاء طبعا زي ما قلنا قبل كده هو إعفاء مش مطلق، لا بالعكس، ده هو إعفاء للشغل الخاص بيه اللي هو الخاص بالجزء الثقافي أو العلمي أو الاجتماعي زي ما قلنا قبل كده. انما لو عمل اي نشاط ربحي جانبي، النشاط الربحي الجانبي ده بيكون عليه ضرائب، فهو كده خرج الجزء الاعفاء، الجزء اللي هو عمله دوت خرج بره جزئيه الاعفاء الضريبي وبقى عليه ضرائب. ده في عندنا الاعفاء الرابع اللي هو ارباح صناديق التامين. وارباح صناديق التامين دي معفيه وفقا لقانون الصناديق التامين الخاصه. وصناديق التامين الخاصه ديت بتعمل ايه؟ زي الصناديق اللي موجوده للعاملين بالبنوك والنقابات او الهيئات. وارباح الصناديق الخاصه دي معفاه من ضريبه الدخل لانها ما بتحققش الطلب الاساسي اللي هو الخاص بالارباح التجاريه، لان انشائها اصلا معمول ليه مش للربح. بالعكس، هو للتامين وللمعاشات الخاصه بالعاملين زي ما قلنا قبل كده في البنوك او النقابات او حتى في الهيئات المؤسسات. وطبعا اي استخدام مخالف للقانون الخاص بالصناديق التامين او الصناديق الخاصه بالمعاشات بيخرجوا بره جزئيه الاعفاء وبيبقى ساعتها خاضع لضريبه الدخل. الاعفاء الخامس معانا اللي هي المنظمات الدوليه والهيئات الفنيه. زي مين؟ زي مثلا منظمه اليونسكو، زي البنك الدولي، زي منظمه الصحه العالميه، زي الامم المتحده. كل المنظمات ديت هي منظمات في الاساس غير خاضعه لضريبه الدخل، لانها في الاساس مش غرضها الاساسي هو تحقيق ارباح، وانما غرضها الاساسي هو النفع العام. الإعفاء السادس معانا هي عوائد السندات غير الحكومية. السندات غير الحكومية اللي مقيدة في جدول بورصة الأوراق المالية معفي من ضريبة الدخل. الإعفاء السابع معانا هي العوائد اللي بتحصل عليها الأشخاص الاعتبارية من الأوراق المالية، شهادات الإيداع الصادرة من البنك المركزي أو الناتجة في التعامل فيها. الإعفاء الثامن معانا اللي هو توزيعات الأرباح بين الشركات. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا شركة وأنا دخلت شريك في شركة تانية، ونتيجة الاستثمار في الشركة التانية دوت بقى في أرباح،
الارباح اللي ناتجه عن الشركه الاولانيه اللي انا دخلت فيها استثمار بيتم توزيع الارباح على الافراد، سواء كان اللي داخلين اشخاص اعتباريه يعني شركات او افراد، بيتم توزيع الارباح ديت عليهم. الارباح بقى اللي بتوزع على الاشخاص الاعتباريه بيكون جزء منها معفي. ليه جزء منها؟ لان المفروض في الاول خالص نتيجة التوزيع اللي تم من الشركة الأولانية هي دفعت ضريبة على توزيعات الأرباح اللي هي عملتها، فمش معقولة هيتم تاني دفع ضريبة تاني على توزيعات الأرباح اللي تمت في الأول. بس عشان تحصل على شرط الإعفاء ده بياخد 10% من قيمة التوزيع اللي تم وبيضيفوا على الوعاء الضريبي الخاص بالشركة عشان يقدر يحصل على جزئية الإعفاء، وبيعتبرها مصاريف غير واجبة الخصم. بس عشان يحصل دوت لازم في شروط مهمة جدا لازم يكون عاملها. أول حاجة نسبة مساهمة الشركة لا تقل عن 25%. مدة الحيازة للأسهم اللي دخل فيها كاستثمار في الشركة التانية ما تقلش عن مدة 2 سنين، أو يعمل على نفسه التزام بالاحتفاظ للأسهم ديت لمدة 2 سنين. يعني مثلا اللي هو لسه مشتريها دلوقتي، فهل معنى كده إن توزع له أرباح يدفع ضريبة؟ ممكن إن هو يعمل على نفسه التزام داخل الشركة ان هو هيحتفظ بالاسهم دي لمدة 2 سنين عشان يتعافي من جزئية ضريبة الدخل على التوزيعات اللي تم. الاعفاء التاسع معانا هو ارباح شركات استصلاح الاراضي. وطبعا هنا استصلاح الاراضي يعني هنا بمعنى اصح ان انت حضرتك بتاخد ارض صحراوية وبتبتدي تستصلحها عشان تنتج سواء خضروات او فاكهة او اي جزء بتطلعه من جزئية الزراعة. طيب الاعفاء ده قد ايه؟ الاعفاء ده مدته لضريبة الدخل معفي لمدة 10 سنوات بس. طب احنا هنا بنسأل في جزئية مهمة جدا، هل ال10 سنوات دول من تاريخ تأسيس الشركة ولا من تاريخ حيازة الأرض ولا من تاريخ طلوع أول إنتاج للأرض اللي بتاعتنا؟ اللائحة التنفيذية في الجزئية ديت حددت 3 حالات لبدء جزئية الإعفاء. لو الشركة هنا بتشتغل لحساب الغير، يعني بمعنى صح أنا شركة استصلاح واستصلاح أراضي بس الأرض مش ملكي، انا خدت ارض مالكها شركة تانية او فرد وانا اللي بستصلح له الارض ديت. نتيجة ده انت الاعفاء بيتحقق من اول تاريخ تأسيس الشركة. يعني حضرتك انت مثلا لو حققت ولو اسست الشركة في 1/1/2026 وان انت بتستصلح الاراضي للغير، انت الاعفاء معاك لحد 1/1/2036، يبقى معاك 10 سنين. ده لو انت بتعمل ايه لحساب الغير. وانت لو انت هنا بتستصلح الارض وبعد كده بتبيعها، هل الاعفاء بيبدا من امتى؟ الاعفاء هنا بيبدا معاك من تاريخ بيع اول قطعه ارض انت حضرتك استصلحتها. انا هنا بقى الحاله الثالثه، لو انا بشتغل في الارض بتاعتي وملكي وانا مش هبيعها، انا كل الحكايه ان انا باخد الانتاج وببيعه. امتى هنا يتحقق الاعفاء؟ الاعفاء عندك هنا بيتحقق من اول انتاج انت بتطلعه من الارض بتاعتك. من ساعتها تقدر تحسب الاعفاء بتاعك وتقدر تحسبه لمدة 10 سنين من طلوع اول انتاج للارض بتاعتك. كده نكون اتكلمنا عن جزئية مهمة جدا من جزئية الاعفاءات، واتكلمنا عن 9 اعفاءات، وان شاء الله هنستكمل في الحلقة الجاية الجزئية الخاصة بالاعفاءات عشان نكون قلناها بالكامل. ولو في اي سؤال في انتظار حضراتكم ان شاء الله. في النهاية ما تنسوناش من لايك والشير وسبسكرايب لو دي اول مرة ليكم على القناة. السلام عليكم.